حكاية أيفين بدأت من أكتر من 10 سنين. لما قررنا إننا نغير مفهوم علاج الدوالي ونبقى أول مركز متخصص في علاج الدوالي في مصر والشرق الأوسط. لما قررنا إن احنا ننهي مشكلة الألم والندبات اللي بتسببها الجراحات لعلاج الدوالي ونستبدلها عندنا بأحدث الطرق وأعلى كفاءة اللي بتتم بإيد خبير بدون الاحتياج لمخدر كلي أو مخدر نصفي تحت تأثير مخدر موضعي بأعلى معدلات الكفاءة والأمان. وكمان لما قررنا إننا ما نزودش تعبكم بين الكشف، زيارات لمراكز الأشعة أو دخول المستشفى، واستبدلناها بأيفين، مركز بتقدر تجمع رحلتك على الدوالي كلها في مكان واحد، ما بين الكشف، عمل الدوبلر، والإجراء المناسب لحالتك، كله في مكان واحد. لما قررنا أن نكون بوابة لحياة أحلى، قادر تقف على رجلك، تتحرك بحرية وترجع شبابك، كل ده في 45 دقيقة بس. ولسه حكاية أيفين ما خلصتش. بعد ما قدرنا نساعد أكتر من 15,000 مريض يغيروا حياتهم للأفضل، بنتطور كل يوم نحسن من خدماتنا عشان نقدر نخدم مرضى أكتر وأكتر ويكملوا معانا الحكاية. في 2015 افتتحنا أول فرع الأيفين علشان النهاردة تبقى أول سلسلة مراكز متخصصة في علاج الدوالي في مصر والشرق الأوسط. بس أيفين حلم كبير وابتدى من قبل كده بكتير. الحكاية ابتدت بدكتور أحمد جويش ابن جامعة الإسكندرية، اللي لفت نظره من بداية رحلته في مجال جراحة الأوعية الدموية إنه برغم الاهتمام والتقدم والتطوير المستمر اللي بيحصل في مجال أمراض الشرايين، إلا إنه في المقابل معاناة كبيرة بيقابلها مرضى الأوردة، وهم القطاع الأكبر من مرضى الأوعية الدموية اللي دايما بيتنقلوا بين العيادات والمستشفيات، بيدوروا على حلول لمشاكلهم المزمنة زي القرح الوردية، تورم الساق والدوالي، وده طبعا غير الآلام والمعاناة المصاحبة للمرض بدون حلول جذرية. وده خلاه في 2008 إنه قدر بالتعاون مع فريق من استشاري الأشعة إنه يبتكر تقنية جديدة لتصوير الأوردة العميقة باستخدام جهاز الأشعة المقطعية. وده ما كانش شيء عادي، ده كان طفرة مذهلة ونقلة نوعية في الفكر والفهم لأمراض الأوردة. وساعتها كل أبحاثه نشرت بمجلات عالمية ولاقت قبول كبير في المؤتمرات الدولية، وتقريبا دي كانت البداية الحقيقية علشان يكتشف شغفه بأمراض الأوردة تحديدا، واللي دلوقتي بقى تخصص قائم بذاته في دول العالم المتقدم. علشان بعد كده وهو موجود في لندن سنة 2010 في إمبريال كوليدج للتحضير للدكتوراه، لقى إنهم كانوا لسه بادئين تأسيس وحدة لعلاج الدوالي جوه مستشفى تشيرينج كروس هوسبيتال، وكان المريض بيدخل المستشفى ولكن بيتم علاجه في الوحدة خارج غرفة العمليات باستخدام تقنية التردد الحراري، واللي كانت في الوقت ده من التقنيات الحديثة جدا، وكان المريض بيخرج ماشي على رجله بعد التدخل مباشرة. وده خلق سؤال ممكن يكون هو الأهم في كل الحكاية: هو ليه علاج الدوالي في مصر مشكلة كبيرة؟ ليه المريض ما يجيش يتعالج يرجع بيته في نفس اليوم بدون جراحة، بدون تخدير، وبدون آثار تفضل معاه العمر كله؟ وقتها رجعت مصر بفكرة واضحة: احنا ليه ما يبقاش عندنا في مصر مركز متخصص في علاج أمراض الأوردة ببروتوكولات على مستوى عالمي، المريض يخلص رحلته كلها في مكان واحد وبنفس جودة العلاج الموجودة في أكبر المراكز العالمية. أنا دكتورة مهداب، كان ليا الشرف أكون جزء من فريق أيفين لمدة 2 واشتغلت مع دكتور أحمد لحد ما قدرت أحقق حلمي وأسافر إنجلترا عشان أشتغل هناك. وزي أي دكتور بيسافر بره بيقارن بين بروتوكولات العلاج بين هنا وبين إنجلترا، وكانت المفاجأة بالنسبة لي إن نفس البروتوكول اللي إحنا بنتبعه في أيفين هو البروتوكول اللي بيتبع في معظم مستشفيات إنجلترا. وحقيقي هم انبهروا جدا إن أنا قدرت أنفذ البروتوكول بتاعهم من غير ما أواجه أي صعوبات، لأن أنا بالفعل كنت متدربة عليه في أيفين. بيستخدموا نفس البروتوكول، نفس طريقة التعامل مع المريض، عمل الأشعة الدوبلكس، اتخاذ القرار اللازم والتدخل الإجرائي المناسب ليه، نفس الخطوات ونفس البروتوكول اللي يقدر يضمن للمريض ان الدوالي ما ترجعلوش تاني. وكمان الإجراء بيتم بدون جراحة، بدون ندبات أو جروح، بدون تخدير، بدون ألم. المريض بيدخل في نفس اليوم ويخرج بعدها ب 45 دقيقة ماشي على رجله عشان يمارس حياته الطبيعية، ونضمن له كمان متابعة آمنة لما بعد الإجراء. وده بيثبت لنا ان المريض اللي بيجي يتعالج في أيفين بيتلقى نفس البروتوكول ونفس العلاج للمريض اللي بيتعالج في إنجلترا. وبدأ في 2013 بشركة أيفين لإنشاء مراكز طبية عالمية متخصصة في علاج الدوالي وأمراض الأوردة، واللي أخذت أول خطوة بغرفة صغيرة داخل مركز أشعة، وبعدها أول فرع في 2015 في محطة الرمل في الإسكندرية. بدأنا ندرب الأطباء على بروتوكول موحد يضمن نفس الجودة في كل الحالات. في أيفين المريض مش بيتعالج على إيد دكتور معين، لا، هو بيتعالج في نظام كامل بجودة عالمية.
بس لسه الحلم كان في بدايته. كان لازم نضمن إننا مش بس بنقدم علاج عالمي، لكن في بيئة صحية وآمنة. حصلنا على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جهار، وكنا أول مركز طبي متخصص في الأوعية الدموية والأوردة ياخد الاعتماد دوت في مصر، اللي بيضمن للمريض جودة عالمية وخدمة آمنة، سواء كان مريض مصري أو مريض جاي من بره ضمن برامج السياحة العلاجية. وكان الحلم محتاج يكبر أكتر. رؤيتنا كانت دايما ان احنا نكون قريبين من كل مريض محتاج للخدمه، عشان كده بدانا خطه توسعات. بدانا من اسكندريه للتجمع لزايد، وقريب في كل مصر. اطلقنا كمان ايفين اكسبريس في مدينتي في دمنهور عشان نوصل لكل مريض في كل حته في مصر. الثقه اللي اتبنت مع اكتر من 70 شريك نجاح خلتنا نقدم خدماتنا لاكتر من 15,000 مريض على مدار اكتر من 10 سنين، ولسه مكملين كمان. وكمان يكون في الحلم تفاصيل أكتر. احنا في ايفين بنهتم جدا بالسيدات وخصوصيتهم، عشان كده عملنا يوم مخصص للسيدات في كل فراعنه. عشان كده حضرتك من اول ما تدخلي عندنا في ايفين، من اول ستاف الاستقبال لحد الاطباء والتمريض اللي هيستقبلوكي، سواء الاطباء بكافه تخصصاتهم، جراحه الاوعيه او الاشعه، كل الستاف ده هيكون سيدات في سيدات. وكل ده عشان كل مريضه تكون مرتاحه وتحافظ على خصوصيتها طول رحله علاجها. والمهم إنه ما يوقفش عندنا بس. ايفين مش بس مركز علاج، احنا كمان بنهتم بتوعية المجتمع. اطلقنا مبادرة وقفتك بصحتك، اللي بنوعي بيها الموظفين والعاملين في الشركات والمؤسسات المختلفة، سواء اللي بيقفوا لفترات طويلة او اللي بيقعدوا على مكاتبهم طول اليوم. بنعلمهم ازاي يحافظوا على صحتهم ويقللوا فرص الإصابة بأمراض الأوردة والدوالي. وعلشان الحلم يكمل كان لازم ناخد خطوة للمستقبل. دعم رؤية مصر 2030 جزء أساسي من رسالتنا. عشان كده كنا أول مركز متخصص في الأوعية الدموية يسعى لشراكة مستدامة مع هيئة التأمين الصحي الشامل. رؤيتنا إن كل مصري يقدر يتعالج بجودة عالمية ونساهم في رفع مستوى الخدمة الطبية في بلدنا.